ارمي. بس انا اسفه جدا، انا اسفه جدا، بقالي كتير ما شفتش حاجات في بي تي اس. بس انا بجد بقالي كتير ما اعرفش اي حاجه عنها. عارف ان بقالي فتره كتير ما بنزلش فيديوهات على القناه هنا، سواء شورتس او فيديوز، ولكن كنت مشغول بالقناه بتاعت الجيمنج اللي ظاهره قدامكم دي. خلاص داخلين على 12000 مشترك، والثانيه دي داخله على 1300 مشترك ان شاء الله. كان في فيديو عملته اسمه اقرب فيديوهات المصريين اللي بيسمعوا اغاني كوريه وبيتجوزوا ناس من كوريا، وجاب حوالي 660 مشاهده، وده كان البارت الاول. فانا قررت النهارده اعمل البارت 2. فمن غير كلام كتير، الناس اللي بتسمع اغاني كوري بي تي اس وانا منهم، الناس اللي بتتفرج على انمي ياباني وانا منهم برضه، فده بارت 2 من التريقه علينا. ده كان اسمه زياد، ده انا فاكره الاكونت بتاعه على تيك توك تقريبا، ده كان اشهر واحد مصري بيعمل حاجات على بي تي اس. المهم انه جايب فتح البوم بي تي اس اس النسخه الحديثه من به ر واو واو ف. هو تقريبا البوكس ده بيبقى جواه صور الناس بتوع بي تي اس كلهم. المهم يعني هنشوف. هم بيصرخوا. انا مش عارف في ايه بصراحه. ده اللي بيوزعوا لحمه في العيد مش هيحصل كده. دي الصوره بقى المفروض تبقى الصوره اللي كانت بتتعلق على الحيطه كده زي ايام زمان، اللي الناس كانت بتجيب صور عمرو دياب وتامر حسني وتعلقها على الحيطه. فدي نسخه البي تي اس ماشي، وانا بحب اسمعهم بس مش لدرجه العبط اللي الناس دي بتعمله. المهم اللي بعده تقريبا دي بقى حاجه كده شبه الستيكرز او البطاقات، بتكسبها جوه حاجه فبيطلع لك صوره المغني المفضل بتاعك من بي تي اس او اي باند كوريه. فالمفروض ان هم مش شايفين ايه الصوره اللي هتطلع، فبتبقى ردة فعلهم ساعتها. المهم يعني والله لو نجحت في الثانويه جابت 99% ما هتفرح الفرحه دي. قلت لك ما تمشيش في المكتب المتخلف بتاعك ده. بتشتموا، ده هيقيموا على الحد لما بيشتموا. انتوا يا جماعه انتوا عشان تفهموا، الناس دي على منصه تويتر اللي هي اكس حاليا، لو حد شتم من اعضاء بي تي اس حرفيا بيقيموا عليه الحد. والله العظيم هم في ناس معتبرينها ديانه والله العظيم. الاول 1 2 يعني هي افوره الصراحه، يعني حتى هم معلقين الصور بتاعتهم على الحيطه ورا هنا، بس هي افوره في الاول والاخر. الارمي شويه عيال صغيره مش فاهمين حاجه. طب تعالى افهمك انا بقى. واحد من كل 3 ارمي عندهم نوع من انواع الدراسه الجامعيه. 3956 معاهم الدكتوراه. اعمارهم الحاليه يعني ماشي تمام، من 18 29 فئه الشباب، 30 39 شباب برضه. يعني هي غالبا في سن من 18 ل 30 دول اكتر فئه بتحب. كل ما بيقرب بيحلق. يعني انا يا جماعه لو قربتش الكاميرا عليا هتبقى مستمتع انا جبت حاجه. بس هو الفيديو اللي فات انا مش فاهم فيه ايه، فهنسكيب وهندخل عليه على طول. انا جبت حاجه. اروح لحفله، لكن اروح لحفله تاني كده معلش، تاني الحته دي بس، دي تاني. لكن معاها اللي هي البتاع اللي بتبقى منوره في الحفلات بتاعت بي تي اس دي، بس هم بي تي اس ما جوش مصر، فانت اكيد هو اخرنا هنشغل الحفله على اليوتيوب ونقعد يعني هي الفكره العامه وصلت له. احتفال ارمي الشرقيه بعيد اللي شفناها قبل كده في المقطع الثاني، بس بصراحه المقطع نفسه ايقوني. الشرقيه فيها كوريين. استمر ما اسمهمش. نكمل برضو مع زياد، هيعلمها ازاي ننطق الاسامي بتاعت الكي بوب ستارز، بس اعتقد دي جيرلز جروب مجموعه بنات بقى. فالمهم تعالى نشوف. نيو جينز عشان هم مش بنطلون، اسمهم نيو جين. هاش هاني علشان هي مش جوز خالتك، اسمها هاني منجا او حتى مانجا. هي ما بتتاكلش في الصيف. ما فيها ايه لما يكون اسمها مانجا؟ احنا عندنا احمد نبيل مانجا بتاع الاهلي سابقا عادي يعني. مش معنى مصر فيها مانجا وكوريا ما فيهاش مانجا. ماشي تعالوا بقى ننقل دلوقتي على ايه؟ على الناس اللي بتتفرج على انمي ياباني وانا اولهم. فشخصيات الانمي اللي قابلتهم في افتتاح محل انمي في اسكندريه، في محل انمي في المنصوره برضه يا جماعه في شارع الجامعه اسمه انمي هاوس تقريبا او حاجه زي كده. دي شخصيه ساسكي عامه عشان انا مذاكر. اقل يوم في اسكندريه. اوهايو زايمس. شخصيات الانمي اللي قابلتهم في افتتاح محل انمي في اسكندريه ده من انمي اعتقد شينسو مان، اللي هو الراجل المنشار. حركه مشهوره الشخصيه. يعني هو المنشار ده بيتحرك ولا هو حقيقي ولا مجرد لعبه؟ ده بيتحرك بجد.
كرتون نوجيتسو بتاعت ساسكي، فاكرها. ده تانجيرو من انمي ديمون سلاير. اوهايو. 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 في ناس بتتصور. ممكن تقول لي عامل شخصية مين؟ شخصية مين تعملها؟ عامل طنجرة من ديمون سلاير. تانجيرو، اسمه تانجيرو مش طنجرة، هو بيقولها بس بهزار. ده عمنا كلنا، ده عامل شخصية اوتشيها ايتاتشي، ده عمنا كلنا من غير كلام يعني. توشيكودو. انا عامل شخصية ايتاتشي اوتشيها. ده ياخد 10 على 10 عامة. بصراحة الكوسبلاي ده حلو جدا، بس اعتقد ده اكازا من انمي ديمون سلاير برضه. ارمي بس انا اسفه جدا، انا اسفه بجد، بقالي كتير ما شفتش حاجات شفتي. ارمي بس انا اسفه جدا، انا اسفه. ثانية بس، هي عمالة تعتذر ليه؟ انا عدت المقطع تاني، هي عمالة تعتذر ليه؟ بحس ان بتوع بي تي اس لو فوتوا حاجة تخص البي تي اس نفسها هم كده الحدوا، هم خرجوا بره الملة بتاعتهم، فلازم يقعدوا يقدموا القربان والاعتذارات الكتير عشان يعني يتقبلوا. المهم يعني نشوف نكمل بتقول ايه. بجد بقالي كتير ما شفتش حاجات في بي تي اس ولا، بس انا بجد بقالي كتير ما اعرفش اي حاجه عنهم. ادل الدنيا دلوقتي على فهكلم لك جيمين وجون كوك حالا يقولوا لنا ايه الدنيا رايحه على فين وجايه منين. الانستجرام على فكره، بس انا بجد بقالي كتير ما اعرفش اي حاجه كده ولو متضايق بضحك كده اهو. ماشي. قل لما هي انا مش عارف اقرا. ليس دمي صدقي، لقد احببتك كثيرا لما احببتها هي. انه ليس بيدي صدقيني، ارجوك توقفي عن البكاء. ماشي. بقى الفيديوهات بتاعت البي تي المحتوى الكوري اللي بتبقى عليها موسيقى كده غريبه، وبيجيبوا المطربين المغنيين بتوعها هما بيعيطوا على الستيج مع الفانز والكلام ده، وتحس ان الموضوع قلب بحقه حقيقي. تعالوا نشوف دي. نشوف دي لان دي حلوه فعلا، حلوه قوي دي. المرأة ضعيفة يهزها فراق بينهم، المرأة الطويلة لا يهزها سوى نظرة من جيمين ده أحد أعضاء بي تي اس. جميل. الناس اللي بتتفرج تخلي بالها. بس عامة لغاية هنا ده نهاية المقطع أو الجزء الثاني من أغرب فيديوهات المصريين اللي بيتابعوا بي تي اس والأغاني الكورية. دي الشانل بتاعت الرياكت والفلوجات والحاجات دي كلها. دي قناة الجيمنج داخلة على 12,000. قناة الجيمنج الثانية بتاعت التختيمات داخلة على 1300 إن شاء الله. فلايك فولو اشتراك، سيب كومنت. إيه أكتر أغنية بتحبها البي تي اس؟ إيه أكتر أنمي بتحب تتفرج عليه؟ شوفوا في تاني قريب. سلام.